اهلا وسهلا استاذ حسام، منورنا والله، منور الدنيا في الورشه. منورك يا حبيبي. حاجه على قدنا. احنا بنبص على حاجه زي كده برده اهو، يبان بيه في السي زي ما انت شايف كده. ده ينفع معانا برده في الوحده، واخد بالك. عايزين نبص على الحاجه هنا برده اهو. ده اهو هو الفرخ الكابس اللي هو بتاع الايه، حسب انت تختار بقى الالوان بتاعتك. يبقى انت بتعمل حاجه عموله نظيفه وكمان بتكبسها تديك في نفس الوقت بص اي شكل انت محتاجه. بص كده، بص يا باشمهندس محمود الحاجات اللي هي الجديده. ده نور حبيبي. بص بقى حاجه زي كده يا باشمهندس محمود بقى، حاجه محترمه زي دي كده. هات لي ده كده، طلعها بره كده. ماشي. لا هنصرص. بص يا باشمهندس محمود ده، تخيل ده بقى هيبقى منظم باب او حاجه بص بينك ان هي كانها اتش بي ال. وعلى فكره ممكن تلزق على المطبخ عادي، لو تشتغل مطابخ يشتغل عادي جدا على فكره. بص يا باشمهندس محمود دي حاجه محترمه قوي. بص يا استاذ حسين، انا هاخد لك الكارتيله واحنا ماشيين، انت تختار براحتك، بس انا بقول لك الحاجه اللي انت ممكن ايه. ايه رايك يا باشمهندس محمود؟ ان انت بص يا باشمهندس حسين، انت النهارده الباب لما يتكبس هو باب خشب بيبقى سويد، بيبقى فيه لا مؤاخذه الحشو بتاعه حته حاجه اسمها فوم، الفوم الحراري اللي هو الازرق ده بيتحط بين الفراغات. في ناس تانية ممكن لا مؤاخذه احترام ليك يحط ام دي اف والفراغات تبقى فاضيه، او بيحشيها لا مؤاخذه احترام ليك اي حاجه بقى. صلي على النبي، ان الخشب بتاعنا اللي هو الطبيعي تمام كده، وبنحط الفوم الحراري اللي هو في الجزء عشان خاطر الكبس، والقشره بنختارها. انت يعني دلوقتي بين الخشب والخشب ما في فوق؟ اه طبعا في قلب الحشو العوارض اللي هي الداخليه. ليه؟ لانك لما تحط الجزء ده على المكنه لو ما فيهوش الفوم بقى وجيت انت المؤاخذه كبست المكنه هيطبب معاك. بس هو كده خشب سويدي اللي هو الطبيعي بتاعك خالص، القوايم بتاعتك موجوده زي ما انت عايز. بس دي بقى ايه؟ ان احنا نستغنى عن الموضوع الدهان ولا الاسطر ولا لا مؤاخذه لاكيهات ولا دوكو. بنيجي نعمل ايه بقى؟ انت بتختار القشره اهي، هي بتتحط على الام دي اف في الوش الاخراني خالص. النهارده ما تزعلش من، هنصنع باب عادي خالص اللي هو الموسكي او اي سويد او ايا كان. هتضطر انت تدهنه يا اما لاكيهات يا اما لا مؤاخذه اسطر يا اما ايه دوكو. بص بقى هتلاقي لو انت عندك باب عايز تعمله فريم وشكل، هتلاقي دايما في الزوايا والحروف لا في مشكله الدهانات منمله بتطقطق منك، وهتحتاج كل شويه تعالج الباب. انما ده خلاص هي القشره اتكبست، هو دهان منه فيه زي ما بيقولوا بالشكل اللي انت بتختاره. هنوريك كارتيله دلوقتي تبص عليها. صلى على النبي. ده باب اتش بي ال زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندس. انت عندك ده القشره الجنب اللي احنا قلنا عليها اللي هي على المكنه اللي احنا وريناها لك دلوقتي. ده كده سطح نهائي زي ما بنسميه كده الفير فيس اللي هو ايه اتش بي ال. ده خشب سويد تمام كده مكبوس كبس حراري بفوم حراري. بعد كده بنحط القشره بتاعتنا، واخد بالك ده اتش بي ال مقاوم احتكاك، مقاوم للرطوبه، عزل للميه، عزل حراره والكلام ده كله. بنيجي نعمل فيه التفريزه اللي انت شايفها دي، واضح قوي اهو التفريزه. ده سي ان سي برضه نفس الكلام التفريزه ده اهي. وبنيجي ناخد لو انت حابب ان انت ممكن تعمل شريط نحاسي هنا او فضي في الجزء ده، ما عندناش مشكله. عندك الجزء ده كده بنفرز لك فيه مكان الكالون اهو هنا في قلب الورشه. ليه؟ لان ممكن يكون الصناعي في الوحده عندك يكون واخد الحته دي بزياده شويه، واخد بالك، او هو ممكن يكون جرح الجزء ده مش هيعرف ايه يلزق عليه الجزء ده تاني. فاحنا لازم ان احنا بناخد الايه يبقى على الفينش التفريزه بس يعني. يبقى على الفينش بس، ان انت هتسقط الكالون بتاعك وخلاص كده زي ما انت شايف كده. بص على نظافه الخشب، بص عامل ازاي. بص يا نظافه الخشب والكلام ده كله. بص السوا. احنا بنقول ان السطح ده نهائي مدى الحياه ازاي؟ ان انت ما تزعلش مني، الباب ده هيركب خلاص، ولا هتدهن دوكو ولا هتدهن اسطر ولا هتدهن لاكيهات ولا هتدهن اي حاجه خالص. كده كده حتى الفراغات ده اهي التجزيعات دي محميه، حتى الايه الحرف بتاعك ان ده كله مكن، مش هيبقى عندك تقشيره، مش هيبقى عندك لا مؤاخذه احتكاك، ده مقاوم لكل حاجه اهو. فدي انضف حاجه ان انت تقدر تركبها فين؟ في الوحده عندك. وهنبص طبعا على المعرض في نماذج للابواب. ده ليه احسن من الجاهز؟ لا دي تفصيلته احسن من الجاهز، دي هقول لك لا انا. انت كده دمجت ما بين العموله وما بين ما هو بص الجاهز ده انت نزلت اشتريت من معرض، فمش عارف سواء هو انت عامل واثق فيه او مش واثق فيه، مش عارف انت نازل تشتري جواه ايه؟ جواه ايه؟ الله ينور عليك. الحشو بتاعه دي من الآخر. الحته اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. بص يا باشمهندس، انت رحت النهارده معرض عجبك شكل الباب، واو هو ده الشكل اللي انا عايزه. طب انت دخلت جوه، طب استعمال الباب مدى استعماليته مع الوقت ومع الزمن، انت رحت دفعت رقم خدت باب على اساس شكله، بس التفاصيل الداخليه لا، احنا هنا دورنا ان احنا بنتعمق فين؟ في التفاصيل الداخليه. وطلعت بقى من مشاكل العموله والوقت والكلام ده كله. ولا عموله ولا وقت بقى كمان، وحاجه زي انضف. ما انت عايز، خلاص قشره بتختارها. ودي حاجه انضف، ان انت الباب ستاندر بحلقه بحاجته اهوت متفرج في كالونه، رايح يركب على ايه؟ بيتلف طبعا في استرتش ويروح بنقله يركب فين؟ في مكانه ويركب ده ميكانيكي. بالحلوق بكله، ده هو وراني كمان قصه الحلوق. الحلوق ده الحلوق كمان فيها الافريز طبعا. انت عارف الحلق مثلا لو هو 2 في 4 او 2 في 6، احنا تبع الكلين تبع الباب.
ايه ينفع تشوف الحلول لوحدك؟ بصراحه عجبني، عارف انت شكلها حلو قوي اصلا يعني. القصه ليها باشمهندس تفاصيل محمود، لا حلوه. القصه باشمهندس محمود بيبقى عندك الايه مكان الضرفه فيه الافريز مكان الضرفه، فازاي ان انت بتدمج القشره دي في الحلق نفسه، وازاي ان انت الحلق نفسه عليه القشره بتاعت البي في سي او القشره بتاعت الاتش بي ال، دي قصه ثانيه خالص لها والباب مكان يطبع مخصوص عليه أصلاً والباب كمان. يطبع عليه، واخد بالك في ميزات كبيره جدا ان انت النهارده بعدت عن قصه الايه هو الحشو اللي جوه دي في ايه. فاحنا كده كده بنستلم القطاعات بتاعتنا، ده سويد واخد بالك، بنستلم القطاعات بتاعتنا طبقا للشوف درونج اللي احنا بنعمله، بنحط الحشو بتاعنا خالص العوارض بتاعتنا والقوائم بتاعتنا، وبعد كده بنحط الايه الفوم الحراري اللي هو ال 5 سم، بعد كده بيخش على المكن ايه يكبس البي في سي او الاتش بي ال، دي انضف حاجه يعني. برضه احنا اهو الباب كده يعتبر ايه زي ما احنا شايفين كده اهو، ده كده لو حبينا احنا نعمل اسس حسام، لو حبينا نحط شريط ستانلس او فضي برضه هيدي شكل، لو حبيت تعمل ليد الجزء بتاع مدخل الباب بقى مدخل الشقه عندك بقى احنا ممكن نيجي نعمل في الحته دي حته فيكسد 30 40 سم اللي احنا قلنا عليها، ونيجي ناخد التجليده الفريم بالايه بالكامل. في المطبخ كمان ممكن نيجي نعمل تجليده من نفس روح الباب يا باشمهندس محمود، ان احنا ناخد فريم واخد بالك حرف ال، احنا المطبخ ممكن نعمله برضه نفس الفكره، هنعمله بس تجليده بحيث ان هو ياخد من نفس روح الابواب. طبعا. السلام عليكم يا رجالتنا. تعالى بقى بص يا باشمهندس محمود، لا واحده واحده يا عم سعيد بعد اذنك. لا لا بص لا احنا بنتكلم بص يا باشمهندس محمود ان انت ممكن تاخد الحليه بتاعت الجنب غير الوش. ايوه هات لي دي بعد اذنك. بص يا باشمهندس محمود اهو، ده احنا بنقول ايه اول حاجه هيبدا عندك القايم او بنسميها ممكن واحد يقول لك القشاط في الجزء ده كده، تحمل قشاط في الجزء ده، لا خلينا نتكلم ان ده هيبقى قايم اهو خشب قايم كامل واخد بالك من السويد. بعد كده القايم ده هيجي منه بالعرض ده كده الرأسي، الافقي جزء منه ده اللي هو الشريحه دي العوارض اللي بتبقى فين بالعرض تمام كده. وبعد كده ده الايه الفوم الايه الحراري، ده بنحط ليه عشان وانت بتيجي تكبس الباب ما يحصلش ان الباب يحصل له ايه انبعاج او الكلام ده كله. والقشره البي في سي اللي احنا بنقول عليها ايه، بص بقى انا عايز اقول لك على حاجه زوم كده ان شكل القشره بيتطبع ازاي مع الايه مع الفراغ في العالي والواطي، بحيث ان انت ايه ما يبقاش عندك مشكله. طب ده تعالى ادهنه بقى لكن النهارده او استر هتلاقي فيه مشكله. بص كده زوم هتلاقي ان القشره متطبعه تطبيع كويس جدا. بص كده هتلاقي الحروف نفسها مع الزاويه ال 45. عايز تشوف دي بقى كده من هنا الحرف مطبع. ايوه بص كده في الزاويه دي كده اهو الحرف متطبع على الام ده طبعا ام دي اف بيبقى على الاقل 8 مللي، ممكن تزود اكتر من كده واخد بالك زي ما انت شايف كده كده. حتى الباب نفسه محمل. انا عايز اقول لك على حاجه، اسمع الباب نفسه الرنه دي تسمعها ازاي، رنه الباب دي نفسه ان الباب محمل الشريحه محمله. لو الباب خفيف شويه ما تسمعش التقل ده. بص كده اهو تعالى بقى منظر تاني اهو بص كده هندسه. بص بقى لما يكون انت عندك شكل بص نفس الديزاين ده ان انت عندك التعريجه دي متطبعه ازاي. طب هات لي انت اي واحد النهارده بتاع دهانات ابواب هيبقى عنده مشكله دايما فين في التجويفات دي. ما شاء الله البي في سي هو ايه بيكبس بياخد نفس الايه التموجات العالي في الواطي ما شاء الله سعيد. بص انت ممكن تعمل حركه ثانيه ان انا عندي بقى الايه الظهر غير الوش. انت متخيل ان انا عندي امكانيه كمان ان انا ايه الوش بتاعي من بره اللي هو مثلا ممكن محتاج باب شقه يبقى انا عايز اللون بتاعه حمر شويه او زي دهانات الاسطر، ويبقى من جوه بيبقى ايه نفس اللون الايه الابواب الداخليه. ما يبقاش لا عندي ريفرنس كامل ان بيبان الشقق كلها داخلي وخارجي هو نفس اللون، لا انا ممكن اعمل لك الداخلي بلون والايه والخارجي لون. ده الباب الايه الشقه. في نفس كده لو انت عايز باب الباب الغرف، يعني انت ممكن مثلا غرفه الاولاد عايز تطبع الباب من جوه على الايه على لون الدهانات بتاع الحوائط بتاعت الاولاد، وباب الغرفه بتاع الاولاد على طرقه، فانا ممكن اعمل لك الباب اللي على الطرقه الوش بتاع الطرقه ايه قشره ثانيه واللي جوه بايه بقشره ثانيه خالص. دي برده ميزه من الايه من الابواب البي في سي. بص بقى مفيش حاجه اسمها تلطيش دهان. بص يا باشمهندس ما عندكش حاجه اسمها تلطيش دهان. بص حتى الثمره نفسها اللي موجوده واخد بالك تحس ان هي ثمره طبيعيه واخد بالك شكل ما شاء الله كويس جدا يعني. تعالى بقى يا باشمهندس محمود نبص على الايه على الصفحه دي كده. الفوم كله بص هندسه في الفوارغ كلها ده اللي احنا بنقول عليه اهو. بص كده ده برضه بص يا باشمهندس محمود الفراغ اللي احنا بنقول عليه اهو واخد بالك. تعالى هنا كده لو انت حابه ان هو يكون ساده حابب ان انت لو احنا بقى عايزين مثلا تصميم معين اي تصميم ننفذه مفيش اي مشكله طبعا. طبعا اي تصميم انت محتاجه كشكل بيتخلق في قلب الايه الام دي اف. بص كده برضو اهو نفس الكلام. لو تلاحظ ان الاشكال مش واحده، يعني بص كده الشكل نفسه التفريزه مع الام دي اف مش واحده، الالوان نفسها مش واحده، القشره بص باب اهو نموذج تاني اهو حتى عرض الشريط
طبعا. بص حتى القشره بتمشي بالعرض او بالطول ايا كان. بص اهو ده باب كويس جدا، ممكن يبقى ايه للغرف الداخليه. بص كده ده برضو نفس الكلام. وعايز اقول لك بقى، بص في ملحوظه ثانيه يا باشمهندس محمود، تعالى بص كده. بص اللون ده كده اهو، ده اللي انا بتكلم فيه يا استاذ حسين، ان الداخلي غير الايه الوش الخارجي. دي فكره كويسه جدا محدش اشتغل بيها قبل كده. انا عايز اصور. ماشي اهو. يا خلاص احنا خلاص هنعمل باشا نقطع. طيب يا حبيبي ماشي. بص يا باشمهندس محمود اهو، ده ميزه كبيره جدا اهو ما شاء الله. على فكره القشره دي انا اخترتها هناك. بص هندسه بقيت الباب اهوت اللي هو مقطوع، يعني ده اصلا باب سليم اتقطع بالنص ما عشان ده اللي بيقولوا لك بقى. بص يا هندسه دي في حاجه برضه يا باشمهندس حسام، ان الفراغ ده في اي باب تاني هيبقى فاضي. بالظبط كده هو فاضي، بس احنا بنحطه ليه؟ عشان الباب بيخش تحت ضغط فاكيوم، شفت فاكيوم وحراره. لو ما فيش الكلام ده الباب هتنزل معاه لتحت تتكسر. تمام. فدي حاجه مهمه قوي، تحس ان الباب كله خلاص بقى هو ايه حتة واحدة. ماسك نفسه بقى حته واحده. امسك يا سعيد. بص يا باشمهندس محمود برضو لو حابب تعمل اشكال، بص كانك انت ايه شغل كمبيوتر. لا انا عايزك بقى بص على، تحس ان القشره لا بص يا الملمس بتاعه باشمهندس. باين اصلا. بص ده لا 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 بص اسمع ان دي اصلا، انما دي ثابته. ما تخافيش يا باشا. انت متخيل؟ معلش حاجه بص امسح كده. لاحظ الشكل دي بقى لو عايز حاجه ديكوريه جوه ده اللي ممكن يمشي بقى شقه مثلا. ده بقى اللي هي الايه الحته اللي احنا ممكن ايه بص بقى ده عالي، ما فيهوش عالي وواطي، كله ستيل، كله ايه؟ لا ده كله باين الشكل ان هو تحس ان ده بارز عن ده او غطس عن ده. لا ده هو الشكل كله هو زي ما انت شايف واحد. خلي بالك مع ان ديت بتتعب شويه في الصنعه، ان دي خلي بالك مع الجزء ده بتعمل لوحدها شريطه التفريق لوحدها. في الشريطه لوحدها. الناحيه الثانيه ايه رايك؟ برضو نفس الايه مختلفه خالص. طبعا. بص هنا بقى اللي اهي، انا بس عايز اكشف لك مختلفه خالص عن الايه عن الوش التاني. ايه رايك؟ دي حاجه مختلفه جدا النهارده بنعرضها عليكم كلكم، بحيث ان انت برضو يبقى عندك سكوب، عندك داتا، عندك بديل، عندك افكار. انت لازم تروح مع مين؟ مع الاونر، تبص وتختار معاه. لازم تتعب شويه عشان خاطر هو يكون مرتاح في شغله، ويكون هو فعلا مقتنع بالايه بالجوده والكواليتي اللي انت بتدور عليها. جدا جدا مرتاح جداً. والله. لا يعني بس انا ما شاء بامانه الله. النهارده في فرق. طبعا بس ما شاء الله. اقتنعت ان احنا معلش اتاخرنا عليك شويه عشان خاطر نبص على حاجه محترمه. لا تمام. احنا على فكره برضو مع الاستاذ حسام داخلين في موضوع الفرش، يعني احنا داخلين في مطبخ ان شاء الله كفرش برضو احنا ايه بالكامل معاه، فاحنا حابين ان احنا ايه نحط خطوط النهارده عريضه للشغل. اشكالنا بص يا استاذ حسام ده بقى، لا لا بص يا باشمهندس محمود فعلا حسام عجباني قوي التفريزه الصغيره دي. ها بس ما شاء الله جميل. ايه رايك؟ دي بقى يا باشمهندس محمود انا بقول ده لك بقى بيجي بالحرف بتاعه. ما هو حته واحده. الحرف كمان. وهنا الميزه برضه زي ما انا بقول لك، الكالون هو راجل بيعمل ايه؟ ليه هو بيعمل كده؟ ده صنايعي او مقاول شاطر او شركه شاطره. يعني هندسه هو الراجل بياخد التفريزه بتاعته على انه لازم يطلع الباب خالص مخلص زي ما بيقولوا. ليه؟ ما بيسيبش الصنايعي اللي في الوحده هناك يركب. في ميزه ثانيه لو احنا بصينا على القطاع السكشن اللي معمول، السكشن اللي معمول احنا بنثبت بالميكانيكي طرق ايه؟ ميكانيكيه. ده ميزه حلوه قوي كمان، ان الباب في يوم من الايام حبيت تغيره ستاندر هيبقى الباب كله عندك ايه؟ حته واحده. بص يا هندسه استاذ حسام ده برضو شكل اهوت، ممكن واحنا شغالين في الدواليب برضو نفس الكلام. ده البي في سي اهو، واخد بالك تنفع معاك في الدواليب، حاجه محترمه برضو. بناخد هنا قطاعات، بص احنا بناخد قطاعات اهي زي ما انت شايف كده، اشكال مختلفه كبيره جدا معانا اهي، بحيث برضو ان انت ايه تقدر تختار وتشوف الوضع قبل وبعد التشطيب هيبقى عامل ازاي. ماشي. لا انا عايز اوري له جوده الدهان بقى. بص يتعب شويه وخلاص عشان نوصل المعلومه كامله. ما شاء الله حلو قوي. بص ما شاء الله حاجه اما بتشطب كامله. بص المنظر بيعمل ازاي. دي الحاجات بقى اللي انا عايز اقول لك على حاجه. المطبخ ما عندكش مشكله في الحراره، ما عندكش مشكله في الرطوبه، ما عندكش مشكله في الدولاب في دهان، ما عندكش مشكله طبعا هتقدر تعمل جرارات، تعمل الباب الجرار بتاعك ما عندكش مشكله، ممكن تعمله 180. دلوقتي بقت في مواصلات 180 تفتح الباب
180 درجه، دي حاجه حلوه جدا على فكره، بتديك اوبشن كويس جدا الخامات دي انضف من الحاجات اللي كانت موجوده في السلاب. بكتير جدا. ونقدر نصنع بقى، هنعمل احنا النموذج والتصور بتاعنا 3 دي وال2 دي، ونرفع مقاساتنا بالفعليه الاس بيلد الاول على الطبيعه، سواء هو كان مطبخ او غرفه نوم او الريسبشن او الكلام ده كله، وبنيجي نرفع المقاسات بتاعتنا بالظبط، ونيجي هنا بالورشه مع سعيد، لان احنا بنخش كله مكن، كله شغل مكن، واخد بالك زي ما انت شفت كده في الورشه. وبعد كده بنبدا ايه، في معاينه اسمها معاينه ايه موقعيه، ان احنا دايما على القطاعات بتاعتنا دايما ايه بنعمل مراجعه والكلام ده كله. خلاص اتاكدنا، بنختار القشره مع بعضنا احنا وسعيد، وبرده الاستاذ حسام بيبقى معانا. خلاص دي اخر مرحله نهائيه، وبعد كده بتاخد الحاجه نروح بقى لايه الموقع بتاعنا. بص يا هندسه، انا عايز بس اوريك حاجه، ان احنا دي برده عينات عندنا اهي PVC برده نفس الكلام واشكال. انا عايز اقول لك بقى ان شوف الحاجات بقى اللي هي فيها الكيرف دي وفيها الدورانات، او مثلا نص دوران ربع دوران او رمش عين البقره وحاجات زي كده. بص بقى ان انت عندك القشره متطبعه ازاي، ده صعب جدا في موضوع الدهانات او الصناعي ان هو يشتغلوا. لو احنا عندنا النموذج اهو بتاعنا ده العادي، ده القطاع بتاعنا العادي، ده كده الMDF، واخد بال حضرتك، عايز الزق عليه قشره اللي هي القشره الطبيعيه عادي خالص، هتبص تلاقي نفسك بقى، بص هتلاقي القشره على نفسك بتفصل اهي، بص هتلاقي نفسك القشره بتفصل اهي، واخد بالك، وهتلاقي ان هي مشردله معايا، بص كده، وبتطقطق معايا تمام كده، وهتلاقي بتطقطق معايا اهي، لو انت زومت كده هتلاقي بتطقطق معايا. فالنهارده قلنا ان انا فكره حاجه كويسه جدا، حاجه زي كده اهي، ده الPVC، بص كده الفرق، الخامه واحده زي ما انت شايف اهو، التطبيعه بتاعت القشره واخده في نفس التجويف اهو زي ما انت حضرتك شايف كده، واخد بالك. هوريك على حاجه كمان بقى، الحليه بتاعت الجنب، بص حليه الجنب نفسها ما فيهاش شردمه زي ما انت كده شايف اهو، التطبيق الزاويه 90 حته واحده، مفيش اي مشكله فيها. طب انا ممكن بقى لو انا النهارده عايز اعمل حاجه دوران زي كده، الزق على قشره طبيعي ازاي؟ انا حد يجاوب عليا، الزق قشره طبيعي ازاي على دي؟ صعب جدا. ليه؟ التموجات اللي موجوده دي صعب جدا ان الصناعي يقدر يشطبها او يلزق عليها القشره اللي هي الارق الطبيعي، ويستخدم بقى مواد التماسك وكده. هوريك حاجه محترمه جدا، بص كمان كده عشان يبان القطاع عندك شايفه ازاي، بص كده القشره فعلا متطبعه على اللوح، وشوف تخانه اللوح هنا ماشي ازاي، يبقى القشره متطبعه عليه في نفس التموجات والكلام ده كله. فهنا احنا قلنا ان احنا انضف حاجه لينا في الشغل اللي هو شغل الPVC. يا جماعه شوف القشره متطبعه ازاي، ده صعب جدا يفصل، ده يفصل امتى ده بقى يفصل؟ مع العمر الطويل ليك يعني، لو فصل هيتفصل حته واحده بس، هل هو يتاخد رقعه؟ لا، الباب كله عشان يفصل تاخد الباب سعادتك وتجيبه هنا تلزق عليه قشره ثانيه. دي مفاجاه حلوه قوي لينا احنا شغالين عليها، ان انت النهارده حابب تغير الباب، مش تغير قطاع الباب، لا انت هتغير بس الايه؟ القشره الPVC. هتضطر بقى، طب الحلق نخلعه هندسه، بنعمل ايه؟ احنا بنثبت ميكانيكي، ان انت احتجت النهارده تفك الحلق حتى كمان، وان انت تلزق عليه قشره الPVC او الHBL ما عندكش مشكله. انما النهارده لو جبت باب طبيعي وثبته بكانات خسرت حلق الباب. طب لو جبت باب طبيعي وركبته بالايه؟ بالطريقه العاديه اللي هي بتاعت الفوم او الطريقه الميكانيكيه، هتعمل ايه؟ هتضطر انت تشيل الدهانات اللي هي الايه؟ اللاكيهات او الدوكو او اللصر والكلام ده كله. فدي حاجه كويسه جدا زي ما احنا شايفين. تاني حاجه انت بتختار القطاع بتاعك على حسب الكليم بتاع الباب. انت النهارده محتاج تعمل سويد، هنعمل لك السويد. محتاج اي نوع خشب، هنعمل لك نوع خشب. لو عايز تعمل خشب زان هتعمل خشب زان، ما عندناش اي مشكله في حاجه خالص. الفرق كله ان انت الايه؟ الوش الاخراني بتاع الباب وقطاع الباب زي ما احنا شفنا في المعرض، الفوم الايه؟ الحراري اللي موجود. عايز اوريك حاجه كمان هنا، تعالى يا استاذ حسام معلش بعد اذنك ثانيه واحده، اللي هي الHBL. بص دي كمان حلوه. ده برضو نموذج لينا اهو، حاجه شكل ديكوريه محترمه اهي. لو حبيت تعمل مثلا جزء في ريسبشن، واخد بالك، او تجليده فين؟ في دخله باب الشقه او الفيلا او الكلام ده كله، هتشوف الايه؟ التمويجه ما شاء الله، القشره مكبوس عليها كبس نضيف جدا. عايز اوريك بقى اللي هي الايه؟ بص هنا هندسه زي ما انت شايف كده، عندك كل الاختيارات موجوده، الموديل بتاعك، رقم الموديل اللي انت بتحب تختاره هتلاقيه نقدر نفذه لك اهي على الطبيعه زي ما انت شايف كده، الانواع والاشكال المختلفه زي ما حضرتك شايف كده. دي طبعا الحاجات اللي تحت الملمين بتاعنا، برضه لو حبيت في ناس تانية تحب ان هي تشتغل بالجزء ده فما عندناش مشكله. بس انا بقول يا جماعه دايما خلي في اختياراتك الHBL والPVC، ده انضف حاجه ان احنا نقدر نشتغل بيها. الروح نفسها اللي هي بتاعت الخشب خليك في الايه؟ في الHBL زي ما احنا قلنا مميزاته وعيوبه قبل كده، تمام كده. نبص على حاجه هنا برضه يا استاذ حسام، ده اهي التمويجه اللي جوه
الجزء الساده ده طبعا زي ما انت شايف موجود اهوت، حتى الزاويه اللي موجوده بتلزق عليها البي في سي بتاعنا، القشره بتاعتنا زي ما انت شوف، ما تجيش تلطش منك في الدهان او الزاويه 90 او الجيب اللي جوه ما عندكش مشكله فيه زي ما انت شايف كده. دي حاجه كويسه جدا، دي برضو بنعرضها النهارده اهوت مع الاستاذ حسام، بحيث ان شاء الله بمشيئه الرحمن نقدر نختار حاجه كويسه وتقدر ان احنا فعلا نقدر نرضيه ان شاء الله. وان شاء الله يعني تبقى حاجه محترمه في الابواب والمطبخ ان شاء الله وفي الفرش، وان شاء الله يعني باذنك انت يا رب هنعمل حاجه محترمه باذن الله. وهنعرضها عليكم بعد كده ان شاء الله في الخطوات اللي جايه. شكرا يا استاذ حسام. حبيبي. انا تعبت، عايز اقعد بقى شويه. اهم حاجه بس ان تكون انت في ثمره كويسه ان احنا نقدر نوصلها فعلا والله للناس النهارده كلنا، ان احنا يا جماعه اي تفصيله انا برضو عايزك تكون الاستاذ حسام موجود معايا في الصوره اهو، وده سؤال انا بوجهه للاستاذ حسام بجد بامان، الشغل معانا في اريحيه ولا لا؟ لا يعني مش عشان خاطر ان احنا مع بعض. لا خالص، يعني انت بسم الله ما شاء الله بحس ان انا يعني لا حاجتكم مش حاجتي انا. طب انا هسالك سؤال تاني، انت لما كان عندك الاختيار بتاعت الابواب انت توجهت قبل كده لمين؟ الورشه فين؟ عندي في انت في ارتحت؟ البلد بتاعتي ارتحت؟ مش ارتحت، بس كان ده هو المتاح او ده هو على حسب المعرفه. طب يعني على حسب المعرفه. ايه بقى الفرق ما بين الورشه اللي حضرتك بصيت عليها والورشه اللي موجوده دلوقتي اللي احنا بنصنع فيها لا، في اختيارات الماتيريال؟ كمان كتير غير كده، يعني سيبك من كمان، يعني الاول انت في اختيار، انت بتقدر تتنقي في كذا حاجه غير الماتيريال بتاعتها. لا تفرق طبعا، بتفرق طبعا. اختيار وماتيريال الاثنين. طب طريقه الشغل والجروبات اللي احنا بنعملها مع المالك او مع حضرتك دي كانت ليها فايده فعلا ولها طبعاً. مغزى معاك؟ حسن مش عايز تيجي الشارع. اللي هو انا ما جيتش اصلا الشقه، انا متابع، انا معاكم اصلا، انا شايف كل حاجه، مش لازم اجي هل اشوف. انا لا. دلوقتي لما اجي بضغط عليك في اختيار البورسلين تكون معايا، او في اختيار الاجهزه الصحيه يكون معايا، او في اختيار الابواب يكون معايا، ده بيبقى لود عليك ولا انت حابب الموضوع؟ لا، ده ان بالعكس، انت ده في اريحيه ليا، اللي دي- انا حاسس دي- ان انا كل حاجه انا معاكم، مش اللي هو اي حاجه مفروضه عليا. على كل فكره يا سنة جماعه وأنتم دي مش حاجه مصطنعه، ده فعلا المالك موجود معانا، وفعلا ده اللي احنا عايزين نوصله، ان المالك دايما حطه معاك في الصوره، ده ما يزعلكش.